يا صباح المخللات، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى ترشي، احلى مخلل مشكل هتكليه في حياتك وهيخليكي من حلاوته وجماله تشربي الميه بتاعته. الميه بتاعته كده اصلا ريحتها عامله زي الميه اللي بتيجي مع الفلافل كده. عارفين الفلافل لما بنروح نجيب فول وطعميه من المطعم؟ الميه اللي بيديها لنا اللي بنشربها مع الفول والطعميه، الميه بتاع الترشي دي هتبقى زيها بالظبط. يلا انا معايا هنا بقى مخلل مشكل اللي هو جزر وليمون وخيار وارنبيت وبصل وشطه حمراء وشطه خضراء، ومعايا عودين من الكرفس. في الاول كده طبعا انا هاخد الزهرات بتاعه الارنبيت والبصل في ميه تكون سخنه قوي، وطبعا مطفيه النار. طبعا لما الميه تسخن قوي اطفي النار، هحط بقى زهرات الارنبيت والبصل والليمون في قلب الميه لمده 5 دقايق او 4 5 دقايق، بس ما زودش عن كده. والليمون شقاه زي ما انا وريتك كده بالظبط، حاجه بسيطه بس كده من الجنب، وسيبهم حوالي 5 دقايق ونطلعهم. بعد ال5 دقايق من الميه السخنه نحطهم في ميه بارده. تمام. انا معايا هنا بوله تانية فيها ميه ساقعه، نطلع من الميه السخنه نحط في ميه ساقعه. مش عايزه اقول لكم، يعني انا بنتي وانا بعمل المخلل ده بتقول لي يا ماما في ريحه سلطه زي اللي بناكلها مع الفول والطعميه. اه والله العظيم بجد، يعني جميل جدا وريحتها حلوه قوي، وفعلا حقيقه فعلا مش كلام، هتشربوا الميه بتاعته. ومعايا هنا كوبايه من الملح، ومعايا فنجان صغير من الخل، ومعايا 2 لتر ميه او 2 الا ربع في الشفشق اللي انت شايفاه ده. في الاول كده بقى هحط بس الملح كده في الميه مع فنجان الخل، ما كتريش خل، وهقلب المضرب السلك كده على طول، بحيث ان انا ابوش الملح مع الميه. هاتي بقى معايا هنا بقى قرنين نعمل بقى الخلطه الجباره بتاعته. معايا هنا قرنين شطه حمر، معايا شطه حمرا حراقه. هنجيب بقى الكبه كده ونضرب الشطه بالبذر بتاعها، ما تشيليش البذر منها. خرطت كده الشطه، بس يا ريت تكون حاميه، ولو انتي مش حباها حاميه ممكن يبقى فلفل رومي احمر عادي، مفيش مشكله. ومعايا 5 فصوص من الثوم او 6 فصوص من الثوم كبار. وده عودين كرفس. هاتي كده حزمه من الكرفس بديلها، هي دي بقى الريحه بقى بتاع الميه اللي انا بقول عليها دي في العودين اللي احنا قطعناهم في الكبه دول. واحط عليهم 5 6 فصوص ثوم من الثوم الكبير، بس كده. وهنمشي الخليط ده بايه؟ بنقطه يعني شويه كده من الخل، حاجه صغيرين خالص. خلاص. انا نسيت اقول لكم في المحلول اللي انا عملته، اللي انا حطيت فيه كوبايه من الملح وفنجان من الخل، حط فيه معلقه من السكر. معلقه من السكر. ليه السكر؟ السكر هيديله قرمشه وهيحافظ عليه. طبعا السكر هيدي المخللات بتاع المخلل بتاعنا قرمشه حلوه قوي، هيخليه مقرمش. ادى الخلطه بعد انا ما ضربتها في الكبه. هاتي بقى الجزر بتاعك او المخللات بتاعتك، قطعها كده تقطيع بالسكينه المشرشره دي. طبعا احنا كلنا عارفينها مش غاليه يا جماعه، السكينه دي رخيصه جدا ب10 جنيه. قطعي بقى براحتك انت بقى، اذا عايزه بالطول، عايزه انا هوريكي دلوقتي كذا تقطيعه وبراحتك اللي انت عايزاه. دي اول حاجه بالطول كده، لو انت حابه ماشي، مش حابه ماشي، وحابه تعملي مثلا تقطعيها طرنشات براحتك. اي حاجه بقى اللي انت عايزاه قطعيه، بس انا عملت من ده ومن ده عشان بس اوريكي. هنبتدي بقى نقطع الخضار اللي معانا ده كله. المخلل ده جميل جدا وهيغنيك ان انت طبعا تشتري من بره، ويا ريت انا نفسي تجربي الطريقه دي عشان تشوفي قد ايه الطريقه دي جميله. دي التقطيعه التانية اللي انا عملتها اهي. ممكن كده برضو، ممكن التانية اللي انا عملتها منصصه دي، وممكن بالطول، براحتك بقى زي ما انت عايزه قطعي. والخيار برضو نفس الحكايه، قطعي برضو زي ما انت عايزه براحتك، طرنشات ماشي، بالطول ماشي. يعني انا وريتك ده ووريتك ده ووريتك ده، وريتك 3 تقطعات. التقطيعه اللي تريحك او اللي انت عايزه تعملي بقى براحتك اعملي بيها. المهم ان احنا في الاخر نقطع الخيار والجزر والحاجه اللي معانا دي.
ريحته جميله قوي قوي قوي. يعني ريحه المخلل وانا معبياه في البرطمانات جميل جدا جدا، ريحته حلوه قوي قوي قوي. والله يعني الميه بتاعته عامله زي الميه اللي بنشتريها زي ما انا بقول لكم كده من المطعم. عارفين انتوا السلطه اللي بتيجي من المطعم لما بنجيب فول وطعميه؟ الميه بتاعته عامله زيه كده، هتشربيها وجربي الطريقه وجربي الميه بتاعته بس زي ما انا عامله بالظبط كده، جربيها وهتعجبك جدا. من حلاوه الميه هتشرب الميه. وطبعا هنرجع نقول نظافة وحاجة عاملاها على ايديكي في البيت. طبعا الدنيا خالص مضروبة اليومين دول كلها، كل حاجة عادت مضروبة، النسكافيه والاكل والشرب وكل حاجة والشاي كله عاد مضروب. فالحاجة انت تعمليها على ايدك في البيت يا ريت بتبقى افضل بكتير من بره. فمش هتاخد منك حاجة، خيارتين جزرتين، حتة قرنبيط، بصلتين من اللي عندك صغيرين كده، نقي البصل الصغير، قرنين شطة، وهتعملي احلى مخلل بإذن الله. ده شكل الخضار اللي انا قطعته. دي البرطمانات اللي عندي، طبعا مغسولة ومتعقمة جدا ونضيفة. هاتي بقى كده البرطمان وابتدي بقى اعبي فيه. شكلي بقى بصلاية على جزرتين على خيارتين على قرن شطة صحيح كده، يعني احطه بحاله، على قرنبطاية على ليمونية. شكلي بقى كده بحيث ان انت تخلي البرطمان من تحت ومن فوق ومن النص مشكل. طبعا البرطمانات اللي عندي صغيرة، لو انت عندك برطمان كبير هيبقى افضل. يعني البرطمانات اللي عندي انا عاملة فيها زيتون، فما عنديش الا ده الحقيقة يعني. فلو انت عندك برطمان وسط اكبر من ده بشوية بحيث ان انت تعملوهم كلهم في برطمان واحد هيبقى افضل. خلاص انا عبيت كده بقى، وفي النص كده هاتي معلقه من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها وحطيها في النص، ريحتها حلوه قوي الهريسه اللي انا عاملاها دي. هعبي بقى انا هنا معايا حوالي 3 برطمانات، شايفين مشكله كده البرطمان. هاتي كمان واحد. هعبي بقى الكميه اللي قدامي دي زي ما تاخد بقى كام برطمان. هعبي الكميه اللي قدامي دي، طبعا البرطمانات صغيره زي ما انا قلت، لكن لو واحد كبير هياخد الكميه اللي قدامي دي كلها. ممكن كمان تزودي لفت، بس انا الحقيقه ما حطيتوش، انت ممكن لو حباه او بتحبوه تحطيه برضه مفيش مشكله. هتعبي كده برضه في النص، ما تنسيشي معلقه من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها من الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها دي. هاتي بقى محلول الميه اللي احنا عملناه ده، او محلول الملح اللي انا عملته، وابتدي انزلي كده في البرطمانات، امليه كده لحد ما ياخد كفايته خلاص. طبعا انا كده لسه مخلصتش، انا بس هجيب بس حسن الملح ما دابش قوي من تحت، اقلبه بس كده على السريع. محتاجه اجيب كمان برطمان للشويه اللي فاضلين دول. جبت برطمان تاني اهو، هعبي برضو فيهم على قد ما ياخد بقى. برضو هحط برضو محلول الملح عليه. عايزه احاول بس اظبطه كده لان البرطمان مش واسع، عايزه بس احاول اظبطه كده. خلاص كفايه كده، خلاص كده. اللي فضى بقى هناكله احنا بقى، ما هو مش مستاهل ان احنا نعبيه في برطمان تاني.
هاتي بقى الهريسه بتاع الشطه وحطي برضو معلقه كده محترمه كده على الوش، برضو على وش البرطمان. ريحتها جباره، ريحه الهريسه دي جباره. كل واحد بقى لازم يحط التاتش بتاعه. خلاص انا التاتش بتاعي هنا البنجر، انا بحب احطه في المخللات جدا. شايفين حتى يمكن شايفين ايدي حمرا منه. هحطه بقى كده كنت شريحتين 3 كده على كل برطمان، بحيث انه يخلي لون الميه حمرا، ومش حمرا قوي، هتبقى حمرا زي اللي بنشتريها بالظبط، مش حمرا ان هي اوفر قوي حمرا قوي قوي قوي، لا. شريحتين 3 كده في كل برطمان وهغطي. خلاص نغطي بقى، ومن الوقت للتاني اقلبي كده البرطمان زي ما انا بعمله كده. تمام. من الوقت للتاني طبعا انت هتعمليهم وتقفليهم وتسيبيهم، يعني كل يومين كل يومين كده اقلبي كده البرطمان من الوقت للتاني، بحيث ان الميه الحمراء اللي فوق اللي خرطت من فوق تنزل تحت. غطي كده بس البرطمان قوي وقلبي كده من حين للتاني بس، وهتاكلي احلى شويه ترشي في حياتك، وهتجربي وهتدعيلي. خلاص اوعي تنسي معلقه السكر اللي حطيناه، انا ما حطيتهاش معاكم في الاول بس انا حطيتها وما ظهرتهاش في الفيديو، بس اوعي تنسيها. وبكده اكون خلصت احلى مخلل ترشي. يا ريت بقى لو الوصفه بتاعتي عجبتك وحسيت ان انت استفدتي، فضلا يعني تعملي اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد مني. وبألف هنا وشفا على صحتك.